بمناسبة الصيف والحر اللي احنا فيه، هنعمل مع بعض التمن عصاير هيروقوا علينا طول الصيف. اول عصير هنعمله الليمون بالنعناع، اروق عصير والراعي الرسمي للصيف فعلا من كتر ما هو حلو وبيغير المود جدا، ولازم نعمله على طول في الصيف. مقاديره سهلة: ليمون ونعناع وسكر وتلج، وهتدوقوا اجمد عصير فعلا. ويستحسن ان احنا نقشر الليمون علشان ما يديش مرارة معانا في العصير، بالذات ان احنا حاطين نعناع فريش، فمش عايزين العصير يبقى فيه مرارة، عايزين يبقى طعمه خفيف وحلو. طبعا ليمون يعني فيتامين سي، يعني فوائد كتير قوي جسمنا محتاجة، فيستحسن ان احنا نعمل عصير الليمون ده على طول. بجد مفيد جدا وحلو قوي قوي في الصيف ده. بعد كده هنصفي العصير من الشوائب، وبكده يكون خلص وجاهز للتقديم. تاني عصير بقى احلى حاجة: فراولة بالموز باللبن. ده ميكس من اكتر الميكسات اللي انا بحبها، وفيه فوائد بقى كتير جدا، اذا كان فوائد في الفراولة او في الموز او في اللبن. لو عندنا اطفال ما بيشربوش اللبن، نقدر ان احنا نستغل العصير ده ان هما يشربوا اللبن من خلاله. الفراولة دي كنت مجمداها وحطاها في الفريزر عشان كنت عايزة العصير يبقى ساقع اكتر. انا هنا تقدروا تتحكموا في طعم العصير من حاجة، يعني مثلا لو عايزين طعم الفراولة يبقى ظاهر اكتر هنزود فراولة ونقلل موز، لو عايزين طعم الموز يبقى اكتر هنزود موز ونقلل فراولة. فدي حاجة ترجع لكم انتوا، انا هنا زودت فراولة عشان كنت عايزة طعم الفراولة يبقى اكتر فيها. وبكده يكون العصير خلص وجاهز للتقديم. تالت عصير معانا برتقان بالجزر، معايا دورة برتقان فريش و3 جزرات متقشرين ومتقطعين ومسلوقين لحد ما تبقى الجزراية طرية خالص، اللي هو تيجي تضغطي على القطعة نلاقيها دابت معانا خالص. وهنضيف السكر طبعا حسب الرغبة. لازم تجربوا العصير ده عشان فعلا طعمه حلو جدا وفوائده كتيرة جدا جدا. وفي الصيف ده يعني مجرد ما احنا نضيف عليه تلج مثلا او يبقى العصير ساقع، بيغير جدا من المود وبيرطب علينا شوية الحر اللي احنا فيه ده. كده العصير خلص وجاهز للتقديم. رابع عصير تمر باللبن او بلح باللبن. ده تمر انا شايله النوى اللي فيه، ومعايا لبن ساقع وسكر، بس مش هنضيف سكر كتير عشان كده التمر بيبقى مسكر، فهضيف تقريبا بس معلقه سكر. العصير ده بالنسبه لي مش بس في رمضان، يعني مش مقتصر ان انا اعمله بس في رمضان، من كتر ما هو حلو وفوائده كتيره، فليه ما نعملوش على طول، بالذات ان التمر موجود على طول في السوبر ماركت. فحاجه حلوه ان احنا نعمله ونحطه في التلاجة لينا او للولاد، فايده كبيره قوي قوي موجوده قدامنا، وكمان طعمه بيبقى حلو قوي. كده العصير خلص وجاهز للتقديم. خامس عصير هنعمله هو الكنتالوب. سهل جدا، كنتالوب ومية وسكر بس كده هيطلع معانا طعمه تحفة وفعلا مفيد جدا. والعصير ده مناسب جدا للمصايف، كل العصاير دي فيها فايدة كبيرة جدا ومختصرة جدا، يعني نقدر نسميها المختصر المفيد كده. طعمها حلو وفيها فايدة كبيرة قوي لينا وللولاد ولصحتنا ولبشرتنا، فلازم نعملها على طول. ولازم نضرب الكنتالوب كويس قوي في الخلاط وياخد وقته علشان ما يبقاش فيه تفل كده، فلازم نضربه كويس جدا. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتقولوا لنا في الكومنتس ايه العصاير اللي انتوا بتحبوها وبتبقى جميلة جدا بالنسبة لكم في الصيف. سادس عصير قمر الدين. ما تستغربوش، انا اكتشفت ان قمر الدين فعلا من اكتر العصاير اللي بتبقى حلوة قوي في الصيف وفي الحر، والدليل على كده ان احنا لازم قمر الدين اساسي في رمضان. دي لفة قمر الدين قطعتها مربعات بالمقص، وحطيت عليها مية مغلية وسبتها لمدة 3 ساعات لحد ما قمر الدين يبقى شكله كريمي كده. بعد كده هنحطها في الخلاط وهنحط عليها مية ساقعة
وسكر وهنضربها كويس جدا. ومرحلة النقع دي مهمة جدا علشان قمر الدين بيبقى ناشف جدا، فممكن ان هو يكسر السلاح بتاع الخلاط. مش هحط سكر كتير عشان قمر الدين بيبقى مسكر، فهحط سكر تقريبا 3 معالق سكر بس. وطبعا لازم نحط تلج. وبكده العصير خلص وجاهز للتقديم. سابع عصير هنعمله هو السوبيا. انا بالنسبه لي كل عصاير رمضان مناسبه لكل الصيف، يعني لفتره الصيف دي كلها نعمل كل العصاير. ليه مثلا السوبيا او التمر او البلح ليه لازم نعملهم بس في رمضان؟ يعني الصيف كله حر، فنعملهم طول الصيف عادي جدا. والسوبيا من العصاير السهله جدا، لبن وسوبيا وسكر وتلج بس كده خلاص. انا احسن نوع صوبيا بستخدمه هو صوبيا عمان. تقدروا تستخدموا النوع المتاح قدامكم او اللي انتوا شايفينه كويس. تامن عصير هنعمله هو الكركديه. هنجيب نص كيلو كركديه وهنقيه كويس وهنغسله بمية، بعد كده هنحطه في مصفى يصفي ميته، وهنرجعه نحطه في حلة ونحط عليه سكر وتلق دوائر مية كبيرة، وهنحطه على النار يغلي لمدة نص ساعة لحد ما يطلع كل اللون والطعم اللي فيه. بعد كده هنصفيه، والعصير اللي طلع ده عصير مركز، يعني ان احنا نقدر نحطه في اكياس ونحطه في الفريزر ونخففه لما نيجي نقدمه. بيبقى نص الكوباية عصير والنص التاني بنحط عليه مية وتلج. من اجمل العصاير اللي هتجربوها. كده احنا عملنا مع بعض 8 عصاير، جربوها وقولوا لنا رأيكم بالهنا والشفا.